شرفني ومنورني بوجودكم في قناتي، قناة احلى اكله من مطبخي. يلا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه يا بنات. تاني حاجه، يا ريت انزلوا بسرعه عند المربع الاحمر اللي جنب اسم القناه، اعملوا لي اشتراك في القناه وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. طبعا بتفعيل الجرس هتختاروا اشعار الكل عشان اي فيديو انزله ان شاء الله يوصل لكم. تاني حاجة، يا ريت لو الفيديو عجبك كده تحطي لي لايك للفيديو. يلا بينا نشوف هنعمل مع بعض النهاردة الطحينة بتاعة المشويات بطريقة المحلات بالظبط ونفس طعم المحلات. طريقة هتخليكي فعلا تعتمديها بعد كده في اي طحينة هتعمليه. اول حاجة طبعا انا بجيب العيش العادي اللي احنا بنجيبه من الفرن، وببله في شوية مية كده، بسيبه لحد ما يبوش خالص ويبقى يعني دايب في المية كده، يشرب المية كلها ويبقى بايش فيها. ومعايا كمان فصين او 3 توم، ومعايا ليمونة، ومعايا كمون، ومعايا الطحينة الخام اللي انا عاملاها في البيت طبعا، اللي هي كانت سمسم وسوداني وزيت وكمان معايا شوية خل وشوية ملح. كنت ناسية معلقة الملح اصلا، فرحت جبتها بالمعلقة وحطيتها من جاية مكبوب، مش مشكلة يعني عادي. هسيب بقى العيش يتشرب المية كلها كده ويبوش زي ما بنقول ويطرى خالص. وهجهز الخلاط معايا علشان خاطر هحط فيه كل المكونات دي. بصوا العيش بقى باش معايا خالص اهو، شرب المية وشايفين شكله بقى عامل ازاي. هحط عليه الملح وهحط عليه هعصر عليه الليمونه صغننه خالص زي ما انتوا شايفين، وهحط الكمون وشويه خل صغيرين كده حوالي معلقه، وهحط الطحينه. هحط يعني مش عارفه حوالي مثلا 5-6 معالق طحينه بس. انا عاملاها في البيت يا بنات، جميله قوي قوي، بتهيألي نزلت لكم طريقتها قبل كده. وهحط بقى ده كله في الخلاط وهضرب في الخلاط جامد كده، وهنشوفها مع بعض بعد ما اضربها في الخلاط. طبعا كنت بقطع الليمونه وحطيتها هنا خلاص، ضربتها في الخلاط وزي ما انتوا شايفين معايا بقى حطيت عليها شويه بقدونس، لان طبعا زي ما قلت لكم انا عايزاها للمشويات، والمشويات عموما بتحب البقدونس. طبعا بحتفظ بالخضره بالطريقه دي. بجيب منديل وبحطها في العلبه كده وبقوم جاي حاطه. ولو عايزه بقى تحطي شطه على الطحينه حطي، مش عايزه دي حاجه ترجعلك، بس انا هحط عليها شويه وبس. وكده تبقى جاهزه معاكي احلى طحينه مشويات تاكليها بطريقه المحلات بالظبط اللي بتتباع في المحلات بره. وبصوا قوامها مش خفيفه خالص وجميله جدا يا بنات، وكمان اقتصاديه وموفره. يا ريت ما تنسيش تحطي لي لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعيل الجرس لو عجبك الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.